كابتن محمد زيرو بطل مصر 6 سنوات لياقه بدنيه وبطل العالم في موضوع الجيم، وهو بطل في الضغط على 70 بايد واحده. فليتقدم كابتن محمد زيرو. طبعا سعيد جدا ان انا في وسط مدرسه المركز ثانويه بنات، وسعيد جدا باستضافه مجموعه يلا نصلح مصر. الجمعيه طبعا اللي انا واحد منها، انا بطل من موضوع الجينيس في الضغط على 70 2 بايد واحده، مش بايدين اتنين، بايد واحده. الرقم بتاع الفرنسي كان 8 عدات، الحمد لله بفضل ربنا انا جبت 46 عده، فرق الحمد لله كبير. انا هوريكم التمرين، واللي حابب يشوف حركات افضل لان طبعا المكان هنا مش مجهز، زي الجري على الحيطه وكاس الازاز مضاد للرصاص، واللي هو الشعلقه بصابع الرجل في الشجر او في العقل او كده، عشان كده اسم الرجل والطواف. تمام؟ هفرجكم العرض دوت اللي هو الضغط على 70 2 بايد واحده، وبعدين هديلكم نبذه كده عن كيفيه الدفاع عن النفس. ازاي الواحده تقدر تدافع عن نفسها ضد رجل قوي او اذا كان مسلح حتى. تمام؟ الفكره كده طبعا في قاعدتين عندنا هيبقوا الاساس، ان انا استغل قوه خصمي في التغلب عليه. دي نمره واحد، وان المفاصل كلها ليها قوه وليها ضعف. دي هشرحها في السريع، ودي برضه كمان في السريع، يعني مش هغيب عليكم في الشرح. طبعا معايا النهارده، انا بشكر جدا ليه ان هو هيساعدني ان انا اقدم العرض ده. طبعا يا جماعه ضربات السكينه بتكون كلها بطرق معينه. طبعا بلاقي البنات ضد البنات تحديدا، ضد البلطجه طبعا احنا عارفين، بس بإدارة الايام اللي فاتت ديت ممتاز في الكلام ده. ضربات السكينه عموما بتكون يا اماميه يا جانبيه. تمام؟ بلاش حاجه ثانيه، اما انت جاي من فوق يعني يا فوق يا امامي يا جانب، بلاش حاجه ثانيه. اللي من فوق هتبقى كده، تقابل الايد من عند الحته دي، طبعا المسافه مش هتبقى كده يعني بجيب بعد كده الظهر كده. تمام؟ ضرب السكينه من قدام كده، اخدها من هنا من عند الكوع، وبعد كده اجيب ايدي من عند الكوع من هنا، وايدي الثانيه من عند الرقبه. لازما عشان المفاصل عكس المفاصل، يبقى لازما بينزل لي هو راسه عند ركبتي. تمام؟ في حاجه بقى طبعا بيتعرض لها مش هيعرفني بالست دقايق اللي معاه. هي مش هيعرفني بالست دقايق اللي معاه. مثلا يثبتها. تمام؟ دي لما بتتعرض لها هنا بقى بنقول المفاصل. اي مفصل بيجي لجوه ده كده بيبقى له كام ضعف. لو اتفرجنا على الايد او على الخط كلمه ربنا لما تنتهي تحت كده لازم اي حد يضرب ايده هيلعب. لو عمل ايده كده لازم الحاجه
فطبعا الناس بتوع التربيه الرياضيه يعرفوا دي الميكانيكا بتاعت جسم البني ادم نفسها كده. تمام؟ لما انا النهارده حد يجي يخش عليا يثبتني كده، اهم حاجه ان انا ابعد نفسي عن مصر السكينه، واهم شيء ان انا احسس اللي قدامي ان انا ضعيف. تمام؟ هو اصلا كان كبير، هو عارف ان هو ضعيف. بنمسك الايد من هنا، وليكن بنمسكها طبعا مش بهدف ان هو بيفهم ان احنا هنعمل ايه. بمسك ايدي من هنا مثلا كده، بتحايل عليه بقول له مثلا ابعد عني السكينه، بعمل نفسي من ورا، الوضع بيمشي كده. امسك من هنا. شايفين الحته بتاعت الصباع دي؟ الحته بتاعت الصباع دي بمسكها من ايدي اللي هي الشمال مثلا، الوضع معايا كده. بمسكها من هنا كده، وايدي الثانيه اللي هي كده. ونمد دي كده. ده كده عكس البطن. ده لازم ينزل معايا. لو تنيتها لتحت اكتر لازم ينام مني في الارض. طبعا انا اهم حاجه عندي ان انا بعد الاول خلصت السكينه، مسكت من هنا اهو، هترجع ظهري على نص السكينه. وجيت هنا تحت. تمام؟ مع ديت يا ريت لو مثلا ضربت في المنطقه دي او ضربت في المنطقه دي. في ناس بتعمل كده بس طبعا مش على الترفيه دي، ان وانت بتنزلي كده تيجي هنا. دي بتعمل كسر الفك طبعا مع الكسر اللي بيحصل هنا في الدراع. دي طبعا بالصوت اهم شيء ان انت تعرفي ان اللي داخل عندي دوت اولا بعد مثلا ما هيسيكي ممكن يتقلب، ممكن الكلام ده كله يتتابع ورا بعض. فانا ما يجيش فيه لا رأفة ولا رحمه. اهم شيء ان انا ما تجيبوش وجه. اللي انا اللي بيطلع عليا دوت اضربه في التناسل بالميتة بسرعه. يعني اللي هي كمان مختلف شوارع ازاي تقدر تسمع في اسرع وقت. اقل عدد ضربات. المناطق اللي انت لما تجيبيها على الارض يعني انت عملتي كده هتجيبيها على الارض، لو انت جسمتك بالكعب يضرب في الحته دي. لو انت جسمتك بالكعب تنزلي بالركبه في الحته دي. بالركبه. عشان انت بتتغلبي على ضعفك ووزنك. انت ضربتك لو ضربتي كتير ضعيفه، فبتتغلبي على ضعفك ووزنك. وايه فكره استغل قوه الطفل في التغلب عليه؟ قلنا لما بيبقى فيه الضربه ديت اللي هي الاماميه هو بيبقى بيضرب رايح معايا بوزنه. انا لما بشده كده وارجع اجيبه كده دي تقع معايا، لان هو قوه جسمه رايحه ناحيتي كده. زي بالظبط لما تبقى لازم الانجليزي لو نزلت في ظهرك تقع، لو نزلت في وشك بتجري، لان انت جسمك مؤهل ان هو يتابع مع حركه الجسم. يعني انت ماشي جسمك ماشي بقوه دفع اماميه، عشان تيجي توقف مره واحده كده جسمك من فوق بيتحرك في اتجاه ورجلك بتبقى ثابته في الارض، فبيحصل انت تجري على بعض. نفس الوضع دوت هو لما بيجي يضربني انا لما بزوده شويه على ايده سرعته ضعفت من فوق اكتر من تحت. تحت ثابته فوق اصبحت سريعه، انه لازم ينام مني في الارض. اهم شيء انا لما بمسك كل الحركات الايام بتاعتي الايد دي بتبقى من هنا من عند المفصل ده مسؤول، ده مسؤول. والبنت عموما ضعيفه، فكل ما صغر المفصل كل ما ضعف، كل ما صغر المفصل كل ما ضعف. يعني لو مسكت صباع انا زي ما اكون مسكت ايد، انا لو مسكت واحد من صباعه يعني بيقولوا كده هيلم معايا احسن من لو مسكته عملته كده، احسن من فوق. مش كده دي طبعا انا بنام ايه اصغر مفاصل، وليكن مثلا لو دي كده زي ما قلنا المفصل ده احسن من التهاب. ان انت قدرت تفك من السكينه تضربي في اماكن تعدي، وليكن مثلا هنا او هنا. طبعا السكينه هو برضه كمان كان يضربك بالسكينه، يعني انت ايديها كده انا بحرك يعني بخليك ان انت دمويه، بس انت ما في وقت حسيتي فيه في ظل الظروف اللي احنا فيها. لكن عموما انا مش بحب الدمويه عشان لازم داخل لو انت ما قدرتيش تنقذي نفسك هو مش هيستنى عليك. بس لو حد عنده سؤال او حد عايز يواجه حاجه معينه في موضوع الدفاع عن النفس، يقول لي لو حد هجم عليا كذا، لو حد ثبته السكينه بتفتح كذا، ممكن اقدر افكر.
لا انا هسألك سؤال محمد، هسألك سؤال، ايه اللي وجهك لهذه الرياضة العنيفة؟ انا والدي علمني اللياقه البدنيه اللي هي الضغط والبطن والجري وكده من وانا 5 سنين. وبدا برضه علمني فن قتال الشوارع. بجري على الحيطه وبستخدم مضاد للوقايه. الحمد لله دي منفرد بيها بالناس كتير يعني على مستوى العالم. وكابتن سبع عوالي طول. وده يعني ان احنا دلوقتي بيتمرن على ايد واحد من الجيش الاحمر الياباني او من باقيين من الجيش الاحمر الياباني. هو اسلم وكان عندنا في مصر وبعدين درب فتره في القوات المسلحه. بس ما شاء الله هو استعداده لازم يجيله لابني. بس وبعدين بقى خدت اول جمهوريه في 6 سنين لياقه بدنيه وبعدين اتخرجت من تربيه رياضيه واخدت دورات مدرب دولي واتعرض عليا جنسيات زي استراليا وامريكا وبعض البلاد الثانيه بس شريطه ان انا اتنازل عن جنسيتي. طبعا مع مقابل فيلا وعربيه وحاجات كتير وانا طلعت صباح الخير يا مصر وعامله اديب و90 دقيقه واكثر من 50 برنامج وجزيره وكده. وقلت يا مصريين انا مش عايز ابيع بلد وعايز افيد ده ببلدي. بس للاسف حصل صار اداني رفض العدم الاختصاص والحمد لله كده مش خدت كده. انت في كم واحد اتدربوا وبيحاولوا يقلدوك دلوقتي تقريبا؟ هو في ناس بتتابعني من على النت. طبعا انا موجود على الفيس او على الفيسبوك او على جوجل اي حد بيكتب محمد نور المطلق. الحمد لله اللي بيتابعني بقدر اديكم معلومات. لكن انا في الفتره الجايه ان شاء الله استعد ان انا اجري 120 كيلو في 12 ساعه. ده ان شاء الله مع عيد القوات المسلحه وجمعيه يلا نصلح باذن الله. معلش بقى ماما ومش شايفه بابا بيقول لك امسك سكينه واسكر واضرب واقطع شعورها كان ايه؟ في الاول بابا طبعا كان نفسه كان بيجري ورايا يعني ان انا كان طبعا البني ادم بيبقى كل ما بيتساب بالعكس ما بيتسابش بالظلم بيتساب تواضع وثقه. ده البني ادم العادي لما يحس ان هو اقوى من اللي حواليه. فلما يجي لي واحد ضعيف ايه اللي عجبه عليا؟ اقول له ان ربنا يسهل لك يعني خلاص انت عارف النهايه هتكون على ايه فما تخليش اصلا معاه. لكن ايه يعبدون معاك الحمد لله هو طبع هادي قوي. يعني ما بتجيش خايف ابدا بايه؟ لا انا حتى لو حد بدا وقع معاه مشاكل صعب جدا الالتزام. صعب الحمد لله جدا. نسمع سقفه سباعيه للمطار. اللي عندها سؤال يا بنات تعالى تسال محمد. انت وريتنا ازاي لما يجي واحد يجي يهاجمنا بالسكينه. طب لما يكون سلاح اكبر شفتي حضرتك نفس الفكره اللي احنا قلنا عليها. لا مش مشكله بس عشان يبقى الناس كلها شايفاها. لما بتبقى دي سؤال تاني؟ فعلا الرياضه دي اثرت على دراستك ولا انت برضه كنت بتستوعب فيه؟ ماشي. بصي نمرة واحد انا النهارده حد جاي عليا بحاجه زي السنج او زي السيف. لو في حاجه طويله شويه ممكن اشرح لكم عليها اكتر وتبقى عملي. ويا طوبه وليكن مثلا انا حد قال عليها سنج او سلاح طويل او حاجه مسافه كبيره. لو في فرصه ليا ان انا اجري عنها اي بني ادم عنده رد الفعل عنده ان انت تعمل كده عن عينه لازم يغمض. لازم يعمل كده. وطبعا الهدف عندك السكينه بتعمل اي حركات انت هتعملها. تعمل كده تشوح كده بتشوح. لا يعني لا مش كل حاجه انت مثلا يمين شمال. طبعا تشوح كده ترجع ورا. القوه ديت يروح جاي يعمل كده. هو رد الفعل البديهي بتاعه هو بيروح جاي يعمل كده. ده رد الفعل الطبيعي لاي بني ادم لما هو مش عارف انت هتعمل ايه. بعد ما تعمله كده هيقول ده عامل كده. بتطلع انت تمسك المنطقه ديت تاني ضربات كويس قوي. ونفس طبعا انا قلت القوه اللي ايدك ضعيفه. ايدك عشان تضرب في الوش
تقريبا واحد يلعب واحد نرجع بعدها كده نفس التوقيت واحد اثنين تيجي تكون بره اي تكتيك التبعية بالطاقة الثانية الثالثة الرابعة تتابع دي بتبتدي لغاية لما بيهم محفوظ عليه طبعا سواء السيف او الموضوع او الحاجة دي او الحاجة دي هنحطها زي ما لازم انا مش هقول لك انت وصلت موتين انا اللي عملت ليها قواعد ثانيه خالص بس انا بشرح لكم تمام ده بالنسبه للسن حاجه ثانيه السن ده زي السن زي اي حاجه لما بتنضرب فيها هو ليه حاجتين يا كده لفوق والتحت يا كده للجنب يا كده جميع الاحوال زي حاجتي ساعه ما ايده تميل لغايه الاخر او ساعه ما ايده تميل كده ده نقطة ضعف زي أي واحد ضعف كده ده يعني السن ده صعب شوية المرش حالته ما وصلهاش بس وصلت الطيارة لما أضرب فيها بالإيد أصبحت إيدي دي وهي في مدى ضربتها ما أقدرش أضرب فيها تاني هكذا برضه السنجة لما تبقى كده ما ينفعش يضرب فيها تاني يبقى رئتها دي ضعيفة أنا ضربت مثلا كده بالسنجة جت كده في اللحظة دي أهلي منع عليه زي ما قلنا كلمة الأحصالكم دي المنطقة الداخلية هنا من الدراع دي ضعف المنطقة الداخلية هنا من الدراع دي ضعف لما جسمي يجيني عليها ما أقدرش أفتح يعني لو أنا حاسس إني كده ما أقدرش أفتح دراعي لو حد تاني إيدي كده تبقى ضعيفة لو حد تاني فوق كده يبقى ضعيف إنما لو حد تاني إيدي كده أقدر أقاوم لو حد تاني إيدي كده أقدر أقاوم إنما كده مش مقاوم اللي جوه ده ضعف اللي بره ده هكذا برضه ده كده ضعف دي كده قوي تمام طيب كده دراستك عملت ايه في الدراسه بتاعتك؟ انا الحمد لله سبت تربيه رياضيه يعني كملت بقيه المجال اللي انا بحبه الحمد لله ضربت الحمد لله كويسه كمان غير التمرين اللي انا بحبه والحاجه اللي انا حاببها اللي انا كملت اخدت بقيت مدرب دولي وان شاء الله رب الدكتوراه بتاعتي باذن الله اخدها من امريكا بس مش لان امريكا يعني احسن من مصر بس لان هم عندهم علوم وفكر مش عندنا بس ما شاء الله رب علميا وعمليا حته من متفوق في المجال فالحمد لله بقيت مدرب دولي واخد وقت من الاتحاد الافريقي ومن الاتحاد الدولي يعني الحمد لله حاجه كامله باذن الله ان شاء الله ده ما ينفعش من ده بالعكس الرياضه بتخلي البني ادم يتفوق دراسيا استاذ محمد الراجل وصال شكرا للاستاذ محمد على الجزء على فقراته الجميله وتعبه ومن كلمه من طنطا يعني دي حاجه شرفنا كلنا يا ابني شاكرين قوي الف شكر استاذ ابنك بيشكروك يا محمد شكرا يا ابني